هنا عندي المقله درت فيها البصله، قطعتها دوائر، وهنايا فص نتاع الثوم كبير، يعني ضريس نتاع الثوم كبير، وهنا درت واحد نصف ضامه ديال الشحمه. انا هي دايرها في الليمون تاع السيليكون كنطيب بها، درت انا نص ديال هادي، وغادي ندير من بعد نخليه يتشحروا شي شويه، وندير من بعد زيت البلديه. دونك نخليهم يتشحروا هكا، نزيد عليهم الملح والبصل نخليهم يتشحروا شويه ونتلاقاو. هنا انا درت الملحه البزار، وغادي ندير زيت الزيتون، ممكن ندير حتى الزيت العاديه يعني زيت المائده، ونخليهم يتشحروا شويه، ونديروا عليها الفيلي. نديروا على الفيلي، انا كنجيبو هكذا من عند الجزار كيكون مسربه في الصباح رقبه، دوك اين فوا يهبط شويه بزاف غنزيد عليها الفيلي حتى هي تيطيب. ندير هاد البصله ديالنا بعد ما طاحت، غندير عليها الفيلي صافي. هذا هو اصلا بغا يطيب، غيجي هو البصله كنغطي عليها ما والو، نخليها يعني كنخليها هكذا، كنبقى عطيت عليها اصلا غتحمر بالماء، وهو الا كنشحر كيجي احسن من انه يكون فيه الماء. دابا غادي يطيب، اذا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. ها هو البنات انا عطيت عليه دابا، كيف ما قلت لكم راه كيطيب مع البصله واللحم. انا راني كسترو ديجا، شتي راه دغيا كيتقطع، هو دابا سخون دغيا كيتحل. اذا نتلاقاو من بعد ان شاء الله نكملوا الطياب ديالنا. هنا البطاطا البنات قطعتها، ها هي نقيتها وغسلتها، درت لها غسله الاولى هذه الثانيه. المهم خصش يكون فيها نشا. غادي نعاود نسقطرها ونديروا ليها لقامه حتى انا غنديرها في الفران، ما كنخليهاش في الزيت، غنديرها في الفران بشويه ديال زيت البلديه وشويه ديال العطريات نسمو باش ما بغيتو. كاين ديك العطريات ديال الفخيت كتباع عند هادو اللي كيبيعوا لوازم الحلوى وداكشي، راه كيبيعوها. انا كانت عندي سالات ليها، وليت كندير كل خطره عطريه. اذا هنا البنات هانتوما درت هنا معلقه ديال البصله تتنسمو كيف ما قلت لكم باش ما بغيتو، حكيتها في الحكاكه ديال المطيشه. هنا معلقه ديال القزبره المعدنوس، وهنا فص الثوم درتو هنايا، غير درت الثوم بيضوعي واحد درتو هنا من الفوق القزبر باش يبان لكم. وهنا عندي الزعتر، ممكن ديروا غير حاجه من هادو، مي انا كيعجبوني هاد الناس هذا مخلطين، ممكن ديروا غير الزعتر او غير البصله او غير الثومه. هنا الملحه، المهم الملحه على حسب الذوق، يعني على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عندكم. والفلفل الاسود او الابزار، اللي بغى يدير السوداني يديرها، انا ما تيبغيوش لي الحار بزاف. وزيت الزيتون، المهم انا كندير زيت الزيتون، اللي بغى السترويه يديرها، وغنديروها في الفران. اذا غنخلط هاد المكونات هادو نديروهم في الفران نتلاقاو. دونك هنا البنات انا عمرت هاد الطاوه هادي، انا درت انا جوج طاوات، سرحتها يعني تكون هكا وحده وغيبقى لي هذا النص الكميه الاخر غادي نجيب طاوه اخرى. دونك هادي انا غنديرها في الفران ونجيب طاوه اخرى باش نعمرها. هذه الطاوه الثانيه صافي. دونك ما بقاليش، جاوني جوج طاوات نيشان، دونك درت 6 ديال الحبات ديال البطاطا كبارين. الفران كنت مسخنه على درجه حراره يعني مرتفعه، يعني انا درجه فران يعني بحال كنطيب الخبز. درت فيه الطاوه الاولى، ومن بعد غادي طيب نطلعها الفوق وندير الطاوه الثانيه ان شاء الله. البنات عندي دابا حنا في العشاء، عندي هذا الرز هذا كنت درته البارح وبقى لي منه هادشي. دونك الاخر كنت درت لاصوص طوماط، وهذا بقى لي ناشف خليته زعما نشلاضه ولا شي حاجه، ما عرفتش شنو غادي ندير فيه. دونك اليوم غادي نبدل نشلاضه يعني بمطيشه ولا شي حاجه هكا الكفته، ولا غندير فيه الحليب يجي شويه جاري، وغادي ندير فيه لا كريم فريش يجي زوين صافي. وغادي نسخنو هكذا، هو فيه غير الملحه، انا غادي نضيف له شويه الابزار فقط، وغادي نسخنو كيجي زوين. وغادي نديرو شويه جاري، ما نخليهش يوقف، نزيد شويه الحليب صافي. ها هو دابا ملي غادي نبغي نحط الطاوله ديالي غادي نشعل عليه باش نسخن كلشي في مره.
البيضه تاني البنات هي تخرج باقا كتغلي. ها هي كي كتجي محمره، بغيتو تحمروها هكا تتحمروا، بغيتو تخليوها هكا بعدا كتخليوها. نتوما اللي بغيتو كيبغيو البطاطا مقرمله كنحمرها. وشي لا